زمان كان عندي اعتقاد مميت ان انا حظي وحش، مفيش حاجة ممكن اعملها وتنجح. لما كنت في ثانوية عامة وخلصت طلعت مجموع مش ألطف حاجة، رغم اني كنت من الناس اللي بيتقال عليهم ان هم دحاحين وموس والكلام ده. ولكن المجموع ما كانش لطيف، وكنت عايزة اخلص السنة بأي شكل من الاشكال، وتعبت وكذا، والحمد لله ان هي خلصت وخلاص. اخترت كلية آداب علشان ما ذاكرش تاني، يعني كانوا اهلي اقترحوا عليا ادخلي الكلية دي علشان كفاية تعب وكفاية ارهاق وكفاية ضغط و دخلت الكلية دي وانا طبعا كرهاها، شايفة ان هي كلية الناس الفشلة زي ما كان معتقد. كنت بقعد في البنش الاخير، حاطه الهاند فري في ودني وبسمع اغاني، والدكتور بيشرح. لا محترمة اي حد ولا محترمة نفسي ولا اي حاجة، وخلاص انا كارهة الحياة كلها بقى، ما فيش اي حاجة مستنية ان حياتي دي تنتهي تمشي بقى زي ما تمشي، انا مش هتحكم في اي حاجة تانية. ولكن لما دخلت الامتحانات اول ترم، انا عمري في حياتي ما دخلت امتحان مش مذاكرة، ولكن دي كانت اول مرة في حياتي ادخل وانا مش عارفة انا اصلا همتحن في ايه. دخلت الامتحان وكنت كده حاطه رجل على رجل وبدندن وانا بحل، فاكره يعني متخيله نفسي دلوقتي حالا وانا كنت قاعده في الامتحان وبعمل كده. وفي الاخر جبت جيد جدا. فجاه حسيت كده بطاقه وان في امل وان انا ممكن اتعين مثلا معيده ولا حاجه في الجامعه. ذاكرت اكتر ما ذاكرت في ثانويه عامه. وخلال السنوات بتاعة الجامعة دي كنت مرة طلعت الأولى على الدفعة والتالتة والتانية وهكذا، وكنت بتنقل ما بين الأوائل على الدفعة. كانت رحلة حلوة. رغم ان هي برضو يعني ايه كنت حاسة برضو ان في حاجة مخليه حظي مش حلو، لسه عندي شوية، كل شوية يجي حاجة في بالي تقولي ان حظك وحش، انتي مش انتي من الناس الفشلة. المهم، كنت انا من الناس اللي بتحب تعتمد على نفسها ونفسها تعمل حاجة وتثبت نفسها بجد. مش عارفة اعمل ايه، عاوزة اشتغل وكنت لسه في اولى جامعة، اشتغل ايه مش عارفة. الدنيا خدتني وودتني وجابتني، مش عارفة اشتغل ايه. بدأت على السوشيال ميديا من شكل كتابة قصص وكتابة مقالات، لقيت نفسي شاطرة في الحتة دي وبعرف اكتب، لان انا اصلا كنت بحب اللغة العربية واجتهدت فيها وبدأت ان انا اطلع شوية وتعرف. حبيت السوشيال ميديا، حبيت ان انا في حاجة بتخليني اطلع اللي جوايا، حسيت ان في باب من غير ما اروح اخبط على ابواب كتير في بره شركات، وان انا في منطقة مش متوفر فيها فرص عمل. بعد كده بدأت عرفت حاجة بالصدفة اسمها الفويس اوفر. انا كنت في اداب اعلام، المفروض ان انا كان لسه هيتطرق على الباب بتاعي موضوع الفويس اوفر والميديا وكل الحاجات دي. ولكن انا عرفته لوحدي بالصدفة البحتة، واخدت فيه كورس، وقبل الكورس يعني كنت بذاكر، بنام واشرب واذاكر فويس اوفر، بنام واشرب واذاكر فويس اوفر، وافضل اتدرب وهكذا. حياتي بدأت تتغير، موضوع ان ثقتي بنفسي بدأت تزيد، ما بقتش بؤمن بحاجة اسمها حظ، بقيت اعرف ان في حاجة اسمها اجتهاد هيخليك توصل. بقيت اعرف ان قراءة الكتب دي هي اللي بتنمي عقلي وتخليها تتفتح على حاجات كتير، مش كتب مفروضة عليا، مش كتب دراسية علشان احقق بيها تارجت معين اللي انا هدخل امتحان واصب فيه وخلاص. انا هنا ببني نفسي، بقيت انا اللي متحكمة في نفسي. الامتحان اللي انا هحطه لنفسي اخر مثلا كل سنة او اخر كل فترة، ده عشاني انا، مش عشان حد حواليا او عشان هي منظومة تعليمية طالبة مني ده وخلاص. انا مش عارفة انا في الاخر هطلع منها بايه. يوم ما بدأت احس بالنجاح قررت ما اسيبهوش. حسيت ان انا كل فترة بستكشف نفسي اكتر، بعرفني، حابة اصلا ان انا اعرف كل حاجة عن نفسي. بقيت قراراتي موثوق فيها من نفسي ومن اللي حواليا. اوقات كتير جدا يجيلي احباطات، سواء من نفسي او من ناس حواليا، لكن ما كنتش بسمح ان اي حاجة ممكن تخليني اتنازل عن حلمي او عن هدفي، او ان انا اثبت ان انا حظي مش وحش. خدت قرار بعتبره اهم قرار في حياتي، ان انا اللي اتحكم في حياتي، مش هخلي الدنيا توديني وتجيبني، مش هشتكي، مش هقول الظروف حواليا هي اللي حطتني. عرفت ان عقل الباطن بس هو بياخد اوردرات مننا وبس، نفذ كل اللي تقولهوله. قول له افشل هيفشل معاك، تقول له انت حظك مش احسن حاجه فخلاص هيحط لك كل الحظوظ الوحشه في وشك. خليك واثق من نفسك، اعرف ان قدراتك لا محدوده.